اللي بيخلي اجانب من اوروبا وامريكا بيسيبوا بلدهم وبييجوا يقعدوا هنا في دبي ويفضلوا قاعدين مقيمين فيها. معاكم محمد خالد من شغف مسافر. إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم في التمام. موضوعنا النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه ان ليه اجانب بيسيبوا اوروبا وامريكا واماكن بالنسبه لنا هي ممكن تكون احنا بنحلم ان احنا نروحها وان احنا نقعد فيها ونعيش فيها، ليه هم اصلا بيسيبوا بقى البلاد دي وبييجوا يقعدوا هنا في دبي. طبعا نيجي مثلا نفكر نقول يا جماعه ده دبي بيبقى الجو حر وخليج وي وي وي، فاللي هو ليه اصلا بيسيبوا الاماكن دي وبييجوا يقعدوا هنا؟ فيلا بينا نشوف الناس دي بتفكر ازاي وايه اللي بيخليهم شايفين ان دبي هنا افضل بكتير من هناك. فيلا بينا. في خلال الفتره اللي فاتت كنت عرفت على اجانب كتير وناس من اوروبا وامريكا، بس الفكره ان انا كنت بستغربها ان انا كنت بلاقي ان في ناس كتيره منهم قاعدين هنا ومقيمين في البلد ومعاهم عيلتهم. فاللي انا كنت بستغربه لما باجي اسالهم بقول لهم هو انتوا ليه اصلا سايبين بلدكم وقاعدين مقيمين هنا، في حين ان في ناس موجوده هنا اصلا في الامارات وفي دبي هم نفسهم ان هم في يوم من الايام يروحوا مثلا اوروبا امريكا، يروحوا دول من الدول دي. فالناس دي يعتبر كانوا بيردوا عليا بردود، فالردود دي طلعت بيها بحاجات مشتركه ما بينهم كلهم. فتعالوا نشوف الناس دي بتفكر ازاي. اول سبب من الاسباب اللي مخليهم شايفين ان دبي هنا افضل من بلادهم هي فكره الضرايب. دبي هنا يا جماعه بتاخد زيرو ضرايب على الضرايب الشخصيه. يعني ايه؟ يعني لو انت شغال في اي شركه وبتاخد فلوس شخصيه على شغلك في الشركه دي، فدبي ما بتاخدش عليها اي ضرايب. الفلوس اللي مكتوبه في العقد بتاعك هي الفلوس اللي انت بتاخدها في ايدك. دبي ما بتاخدش اي فلوس، مش هنقول بقى دبي، هنتكلم في الامارات عموما. مفيش اي ضرايب هتتاخد منك، مفيش اي ضرايب شخصيه. ايا يكن الشركه اللي انت شغال فيها، ايا يكن المبلغ اللي انت بتاخده، مفيش اي ضرايب هتتخصم. المبلغ اللي مكتوب هو ده المبلغ اللي انت هتاخده. هتيجي تقول لي طب هل مثلا اوروبا وامريكا ما فيهاش الكلام ده؟ هقول لك اه ما فيهاش الكلام ده. هاجي يا جماعه اقول لك ان في دول في اوروبا، وهنتكلم مثلا على امريكا، الضرايب فيها بتوصل ل 20 و30 و40% على الضرايب الشخصيه. يعني تخيل انك تيجي مثلا تروح تقبض المرتب بتاعك، تلاقي ان في 20 او 30% من المرتب ده مخصوم ضرايب. فده يعتبر يا جماعه بالنسبه لهم مبلغ كبير، مبلغ مش قليل. ففكره ان هم يجوا هنا بلد يكون المرتب بتاعها بيجي لهم مرتب كامل ما فيش اي ضرائب بتتخصم منه، فدي بالنسبه لهم ميزه كبيره جدا. تاني نقطه يعتبر كانوا برضو كلهم مشتركين فيها هي فكره الامان. الامان هنا يا جماعه عالي جدا. فكره الامان هنا يا جماعه هم بيتكلموا ان في بلدهم هي مش فكره ما فيهاش امان، بس الامان هنا اعلى بكتير. خصوصا يا جماعه لو هنيجي نتكلم دلوقتي ان في اماكن في اوروبا بقت فيها كميه عدم امان كبيره جدا. لو هنيجي مثلا متابعين مثلا الحاجات اللي بتحصل في اوروبا في امريكا، الناس اللي بيروحوا سياحه، معظم الناس اللي بتروح سياحه هناك اما بتيجي ترجع بلدها تاني، يا اما بقى حد فيهم حصل له اي مثلا موقف مش كويس، يا اما مثلا حد اتسرق، حد حصل له اي حاجه. ففكره يعتبر المواقف اللي بتحصل كتير قوي في البلاد، خصوصا لو هنتكلم في اوروبا او امريكا، دي اللي مخليه ان في ناس كتيره جدا بقى عندها انطباع وخوف ان في عدم امان كافي في البلاد دي. طبعا فلما بيجوا بقى هنا دبي وبيجوا مثلا يجوا هنا يعتبر بيعيشوا او بيشتغلوا هنا، بيلاقوا في امان عالي جدا. امان لدرجه ان انا يا جماعه لو قمت دلوقتي سبت مثلا الموبايل وسبت كل الحاجات اللي حواليا دي، وقمت مثلا مشيت رحت اي مشوار ورجعت كمان ساعه او ساعتين، هلاقي حاجتي زي ما هي. لا حد جه قرب منها، ولا حد جه شالها من مكانها، ولا حد جه عمل اي حاجه. فدي يعتبر يا جماعه حاجه كافيه لفكره الامان هنا. وفي نفس الوقت انت لو نزلت هنا بالليل في اي وقت، الساعه 2 3 4، ولد او بنت في اي وقت في اي مكان، فانت نازل مش هتكون قلقان من اي حاجه. لا حد هيطلع عليك، ولا حد هيعمل لك اي مشكله، ولا حد هيعمل لك اي حاجه. فدي يعتبر نقطه كانت مهمه جدا، كلهم كانوا مشتركين عليها، وانا متفق معاهم، انا متفق معاهم جدا في النقطه دي. ثالث نقطة بالنسبة لهم هي فكرة الموقع الجغرافي الخاص هنا بدبي. الفكرة هنا يا جماعة احنا هنتكلم فيه لو قارنا مثلا اوروبا، وخصوصا مثلا لو هنتكلم على امريكا، فهنتكلم مثلا لو انت من امريكا وعايز مثلا عندك تتابع شغل او تتابع مثلا البيزنس بتاعك او الشركة بتاعتك، والشركة بتاعتك دي مثلا في الصين او في مثلا دول من دول اسيا، فبالنسبة لك انك تتابع معاهم الشغل اول باول، تخش معاهم ميتنج وكل الكلام ده، الحوار هيكون صعب جدا بسبب فرق التوقيت. عكس بقى اما تكون انت موجود هنا في دبي. انت في دبي هنا يعتبر المسافه ما بينك ما بين الصين وما بين مثلا امريكا، فالمسافه يعتبر مسافه وسط ما بين الاثنين. فانت هنا انت تقدر عادي في نفس الوقت تتابع شغل مثلا في اسيا، وفي نفس الوقت تتابع شغل في امريكا. عكس مثلا انك تكون في دوله زي امريكا او اوروبا مثلا في اخر اوروبا وتتابع مثلا شغل بتاعك في اسيا، هتحس ان في فرق توقيت كبير جدا، وهتلاقي نفسك ان انت مش قادر تتابع. عكس من انك تكون موجود هنا مثلا في دبي في دوله يعتبر في وسط المسافه ما بينهم هما الاثنين، فتلاقي نفسك عارف توازن الدنيا وتوازن الشغل بتاعك وتتابع الشغل كله، سواء الشركه بتاعتك خاصه او سواء انك شغال في شركه والشركه دي يعتبر شركه عالميه، فبتقدر انك تشتغل مع كذا فرع او كذا يعتبر كذا دوله في نفس الوقت. فدي يعتبر كانت نقطه بالنسبه لهم مهمه جدا برضو. رابع نقطه دي وانا يعتبر متفق معاهم فيها من قبل ما اقولها، هي فكره التنوع الثقافي.
الفكره اللي احنا بنتكلم فيها دي، وانا يعتبر بالنسبه لي بشوف ان دبي هي مدينه عالميه. يعني ايه مدينه عالميه؟ فكره ان دبي هنا هي فيها ناس من كل دول العالم، بكل الناس بقى، من ثقافات مختلفه، لغات مختلفه، عادات، تقاليد، كل الكلام ده يعتبر مختلف. فكره انك تفضل قاعد هنا فتره في البلد وتتعامل مع الناس دي وتحتك بيهم، هتلاقي نفسك ان انت بتكتسب خبرات، وبتكتسب مثلا بتبدا تشوف الناس دي عاداتهم ايه، تقاليدهم ايه، ثقافاتهم ايه. فانت بالنسبه لك بتحس ان الكلام ده هو اثر فيك، وفي نفس الوقت انت احتكيت وتعاملت مع ناس من كل دول العالم، ايا يكن الدوله بعد كده اللي انت هتزورها او هتتعامل معاها. فانت بالنسبه لك انت اوريدي يعتبر انت قابلت الناس دي وتعاملت معاهم وشفتهم. فدي يعتبر بالنسبه لهم نقطه مهمه جدا جدا جدا، انك تتعامل مع ناس من كل دول العالم. فدي يعتبر بالنسبه لهم كانت ميزه كويسه جدا، عكس من انك تكون قاعد في بلد انت بتتعامل بس مع ناس من نفس بلدك، من نفس تقاليدك، من نفس عاداتك. فانت بالنسبه لك انت ما قابلتش حاجه جديده وما استفدتش حاجه جديده. بس لما تيجي هنا مدينه مثلا زي دبي ومنطقه زي دبي وتتعامل مع ناس من كل دول العالم، بثقافات، بعادات، بتقاليد، كل الكلام ده مختلف، فبتبدا ان انت تكتسب خبرات جديده، وبتشوف في نفس الوقت الناس دي هي عايشه ازاي وحياتهم عامله ازاي. فدي يعتبر بالنسبه لهم كانت نقطه برضو كويسه. خامس نقطه بالنسبه لهم، وهي كانت الحياه الفاخره. لو هنيجي نتكلم، هنيجي مثلا حد يقول لي يا عم حياه فاخره ايه يا عم انت، في برضه ناس في اوروبا وفي امريكا عايشين حياه فاخره اكتر من هنا. بس هقول لك والله في العموم الناس دي بتتكلم ان الحياه هنا في دبي يعتبر هي حياه فاخره. يعني انت لو واحد هنا شخص عادي، او مثلا شخص حياه متوسطه، انت بالنسبه لك جاي هنا عايش حياه متوسطه في دبي، فانت هتعيش حياه فاخره، مقارنه بان واحد مثلا في متوسط الحال في دوله مثلا في اوروبا او في امريكا، فممكن يكون هو يعتبر عايش في حياه اقل شويه من هنا. فدي يعتبر بالنسبه لهم النقطه اللي هم كانوا بيتكلموا فيها، ان انت هنا لو انت مثلا عايش حياه متوسطه بتاخد مرتب متوسط، هتقدر انك تعيش حياه فعلا فاخره. سواء بقى فاخره مثلا من المكان اللي انت فيه، سواء فاخره مثلا من الحياه اللي حواليك، الشوارع، المناطق، المولات، الخدمات اللي حواليك. فتحس فعلا ان الخدمات دي فعلا حاجه عاليه جدا. فبالنسبه لهم دي كانت ميزه مخليهم ان هم مرتاحين وهم قاعدين وعايشين هنا في البلد، مش حاسين ان هم ناقصهم حاجه، كل حاجه يعتبر موجوده حواليهم. سادس نقطه واخر نقطه، وهنقول ان هي شويه قريبه من النقطه اللي فاتت اللي هي الحياه الفاخره، فهي يعتبر النقطه الثابته هنا. احنا بنتكلم في فكره البنيه التحتيه. البنيه التحتيه كنت اتكلمت فيها في فيديو مزايا وعيوب الحياه في دبي. طبعا هنلاقي الفيديو في اللينك بتاعه موجود فوق، فممكن برضه تبقوا تشوفوها تستفادوا يعني ان شاء الله من الفيديو. فالفيديو اللي انا بتكلم فيه، او يعتبر النقطه اللي انا بتكلم فيها دي، انا بتكلم في فكره ان بالنسبه لهم البنيه التحتيه هنا حاجه عاليه جدا ومميزه جدا. طبعا زي ما قلت برضه في الفيديو، كنت الفيديو اللي فات اللي كنت بتكلم فيه عن المزايا والعيوب، كنت بتكلم على فكره ان البنيه التحتيه هنا هي يعتبر انت هتحس بيها من اول ما توصل المطار. اول ما توصل كده المطار بتاع دبي، تحس كده ان في ايه ده، ايه العالم اللي انا دخلت فيه ده. فكره ان انت تلاقي كل حاجه موجوده حواليك وكل حاجه معموله بافضل شكل ممكن، دي بالنسبه لك اصلا حاجه عاليه جدا. يعني من اول بقى ما تدخل المطار، الخدمات الموجوده، المواصلات الموجوده في كل حته، اتوبيسات، تكاسي، ترام، مترو، كل الكلام ده كله موجود من اول ما توصل المطار. توصل في اي حته، اي خدمات، اي حاجه انت عايزها، مكان السكن اللي انت قاعد فيه، كل الكلام ده كله موجود. مش هتيجي في اي وقت من الاوقات تحس كده ان في خدمه مش افضل حاجه، او في مشكله انت بتقابلها في السكن بتاعك، او الاقامه، او في الشارع، او في اي مكان. لا، كل حاجه موجوده حواليك. فدي بالنسبه لهم كانت ميزه يعتبر كويسه جدا، وزي ما قلت خلتهم ان هم مش حاسين باي فرق او باي تعب، او ان في حاجه ناقصاهم هنا. دي يعتبر الاسباب اللي كانت مخليهم شايفين ان الحياه هنا في دبي هم افضل ليهم بكتير جدا من الحياه في اوروبا وفي امريكا. الفكره يا جماعه من الفيديو اللي انا بتكلم فيه، انا مش بقول ان دبي هنا احلى من اوروبا وامريكا، وان اوروبا وامريكا مش احسن حاجه. الفكره اللي انا بتكلم فيها ان فعلا في ناس كتيره جدا اجانب، خصوصا من دول احنا بالنسبه لنا شايفينهم ان هم دول عاليه جدا، ودول يعتبروا اعلى حاجه، سواء اوروبا او دول في امريكا، وبيسيبوا مثلا حياتهم هناك وبيجوا يقوموا هنا. فانا كنت بتكلم ايه اللي بيخلي الناس دي يشوفوا ان في مزايا هنا موجوده مش موجوده هناك. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. ما ننساش طبعا نعمل لايك، سبسكرايب، شير، الحاجات دي كلها يا جماعه بتفرق معايا جدا. فاتمنى يعني ما ننساش حاجه زي كده. كان معكم محمد خالد من شغف مسافر.